الله يحييك حبيبي. اشكركم اول شيء على الاستضافه، واشكركم على التغطيه الجميله اللي يعني من بدايه البطوله صراحه يعني تعبتوا كثير، قاعد تقدموا شيء جميل للمشاهد. نرحب فيك عبد المجيد. حبيبي الله يعطيك العافيه، الله يسعدك، وشكرا اللي طلعت مع الاسطوره هنا، وشكرا لكم انتم، الله يسعدك. اولا عبد الرحمن الدعية، الف مبروك الانتصار. عبد الرحمن الدعية جاهز في اي وقت يجلب الانتصار هذا المساء. الله يسعدك. اول شيء الله يبارك في عمرك. ما حد خاسر اليوم، اخواننا في العربي قدموا مباراه كبيره، كان هم الافضل، كان هم يمكن يعني في مجريات المباراه كان هم يستاهلوا النتيجه، لكن كره القدم طبعا في النهايه الفائز هو اللي يعني هو يخلص المباراه، هو اللي يمشي قدام والثاني يطلع. كنت اتمنى يمكن يعني ما قابل العربي في مرحله زي دور 16، لانه هذه مباراه اعتقد يمكن نهائي، والدليل انه النهائي العام كان بين العربي ونجوم بني مالك. اقول لهم هارد لكم والحمد لله على الفوز. اخيرا اختم معك عبد الرحمن الدعية، كيف تشاهد بطولة هلال التسامح؟ هل هي مختلفة عن العام الماضي؟ والله شوف البطولة ما شاء الله تبارك الله، كل بطولة أفضل من الثانية. العام كان بطولة جيدة بشكل عام، كان يعني الفرق كان أقل من المتواجدة في البطولة هذه، العدد الفرق أكثر، الفرق صارت أقوى. بطولة حتى الآن يعني كل مباراة أقوى من الثاني، أي مباراة تيجي من دور ال 32 مو من دور ال 16، من 32 كل المباريات قوية. بكرة في مباريات قوية، بعده في مباريات قويه، فاعتقد انك انت في البطوله هنا ما تستنى فريق معين او ما تتمنى تلعب مع فريق معين، لانه كل الفرق على مستوى عالي، يمكن اي فريق يقلب النتيجه يفوز على اي فريق. فنقول احنا الحمد لله، احنا يمكن في بدايه البطوله كنا الوضع شويه يعني ما هو اللي احنا نتمناه، لكن مع مرور الايام والنتائج الفريق صار يتحسن اكثر، وعندنا اصابات كثيره في الفريق، واللعيبه رجعوا كثير. الحمد لله الحمد لله. انا طبعا اشكر حبيبي واخويا عبد المجيد، يعني ما نعرف ايش نقول له. الجمهور غايب والداعيه غايب، وهو تحمل المسؤوليه في يمكن اكثر من بطوله، والبطوله هذه كمان من البدايه لين المباراه اليوم ما قصر، قدم مباريات كبيره، اتمنى له التوفيق وحارس له مستقبل ان شاء الله كبير. شكرا لكم على الاستضافه. شكرا. مجيد، الف مبروك الانتصار. اول شيء طمنا على الاصابه. الله يبارك فيك. لا الحمد لله بسيطه، بس هي كانت من الشوط الاول، الكوره اللي الهجمه حقتهم جت في وجهي، بس الحمد لله طلعنا بالفوز الحمد لله. اخيرا مجيد، اذا كان لك بديل اسم كاسم عبد الرحمن الدعية، حسنا عن هذا الشعور واي مسؤوليه؟ والله هو شعور كبير، يعني انا العب والدعية من برا، هو زي اسطوره الحراسه هنا عندنا في السودان، يعني الحمد لله هو دائما يوقف معايا، دائما يتمرن معايا، دائما ينصحني، الحمد لله يعني انا بمستواي ده بفضل ربنا ثم بفضل عبد الرحمن الدعية. يعطيك العافيه. الله يسعدك حبيبي.